الذكاء الاصطناعي أصبح موجود في كل مكان حوالينا، بس إحنا لازم نستفيد من الذكاء الاصطناعي ده. علشان كده في السلسلة دي إحنا هنتعلم إزاي نتكلم إنجليزي من خلال المحادثات الإنجليزية من الشخصيات الأجنبية اللي بيتكلموا اللغة دي أصلاً. يعني إحنا هنسمع محادثات بتتقال من أهل اللغة، محادثات يومية بيقولوها في حياتهم العادية. هنعرف التعبيرات اللي هم بيقولوها إزاي، وهنحفظ مع بعض الجمل دي بسهولة إن شاء الله. If you are a stranger in a new place you don't know, then you have to ask someone about the directions so as not to be lost in the new place. It's normal. لو أنت شخص غريب في مكان جديد لا تعرفه، فمن الطبيعي أن تسأل شخص ما عن الاتجاهات حتى لا تتوه، فهذا طبيعي. Excuse me, can you help me? I'm lost. Sure, where would you like to go? I'd like to go to Hilton Hotel. Is it far? Not really. It's about a 10-minute walk. Should I call a taxi? No, it's very easy. I can give you directions. That's very kind of you. Thank you. Go straight until you get to those traffic lights. Yes, I can see them. At the traffic lights, turn right and continue for about 50 meters, then take the first turn on the left, and you'll see the hotel in front of you next to the central bank. Great. Thanks for your help. No problem. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الجزء الثاني من الفيديو هو شرح الفيديو المحادثة اللي احنا سمعناها. نشوف احنا في المحادثة طبعا بيتكلم على directions الاتجاهات. طبعا زي ما احنا شايفين ان ده الراجل ده بيسأل على مكان والتاني بيجاوبه، فطبعا هو راجل غريب فبيقول ايه excuse me can you help me I am lost. can you help me ممكن تساعدني. can you help me بالتالي احنا خدنا الاكسبريشنز ده او الجمله دي كذا مره، فنتدرب عليها تاني علشان هي مهمه جدا. بنستخدمها في مواقف كتيره. ممكن لو انا مثلا في اي مكان وعايز حد يساعدني فبقول له can you help me طالما ما اعرفوش. ممكن تساعدني I am lost انا تايه، هل تستطيع مساعدتي اني تايه. فطبعا الراجل هيقول له sure بالطبع. where would you like to go where would you like ده اكسبريشنز بيتقال لما يكون مثلا انت حابب تروح فين، انت عايز تروح فين، الى اين تريد ان تذهب. where would you like to go where would you like to go. طبعا هنا قال له I'd like to go to Hilton Hotel. I'd like هنا id اللي هي الابوستروفي دي اختصار would. I would like او بيختصروها بيقولوا I'd like to go to Hilton Hotel. انا عايز اروح فندق هيلتون. فهنا بيسأله بيقول له is it far هل هو بعيد. فبيقول له not really يعني مش كتير. فبيقول له بقى حوالي قد ايه. it's about a 10-minute break a 10-minute walk يعني هي حوالي 10 دقايق مشي. a 10-minute break walk لان هنا كلمة walk لازم تبقى minute مفرد لان هنا في شرطة، فالشرطة دي ليها مرجع لغوي او مرجع في الجرامر في القواعد. فهنا 10 مفترض كلمة minute تبقى minutes، ولكن دي بنسمي 10 minute دي صفة بتوصف كلمة walk يعني المشي اللي هو وصفته ب10 دقايق 10 minute walk، فعشان كده محطتش الاس. هنا بيقول له should I call a taxi هل من الافضل ان اركب تاكسي. should I هل من الافضل ليا يعني انا المفترض اعمل كذا. call a taxi ان انا اركب تاكسي يعني انا اشوف تاكسي واركبه، مش هتصل بتاكسي. هنا كلمة call معناها ان انا اشوف تاكسي واركبه. فهنا قال له it's very easy no قال له لا no it's very easy سهلة جدا. I can give you the directions انا اقدر اديك الاتجاهات. I can give you اقدر اديك directions اتجاهات. فهنا قال له that's very kind of you يعني هذا لطف منك شكرا. هنا قال له بقى الاتجاهات وصف له ازاي. go straight امشي على طول until you get to those traffic lights لحد لما توصل لإشارات المرور دي. traffic lights إشارات المرور. فقال له yes I can see them
ايوه انا شايفهم. فهنا بيقال له بقى، بيشرح له at the traffic lights، من عند اشارة المرور او من عند اشارات المرور turn right and continue for about 15 meters، احود يمين وكمل حوالي 50 متر، وكمل حوالي 50 متر. take the first turn on the left، خد اول شمال and you will see the hotel in front of you، وهتلاقي you will see، سوف ترى the hotel، الفندق in front of you، قدامك. in front of معناها أمام، in front of you أمامك. next to the central bank، next to يعني بجوار، بجوار ايه؟ central bank، البنك المركزي. هنا قال له ايه؟ great thanks for your help، thanks for your help، شكرا لمساعدتك. فطبعا قال له ايه؟ no problem، لا مشكلة وليس هناك مشكلة، او العفو. طبعا no problem مفيش مشكلة دي معناها العفو، لانه قال في الاول قال له ايه؟ thank you. ده طبعا كان شرح المحادثة اللي حصل اللي احنا شفناها. يا ريت نراجع التعبيرات تاني علشان نقدر نحفظها ونقدر نتعامل في المواقف المختلفة. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم.